ضيفتي دلوقتي هي متفوقة بكل المقاييس، هي حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة قناة السويس بتقدير ممتاز أو امتياز مع مرتبة الشرف. وبالرغم من ده هي كمان موهبة غنائية الحقيقة، يعني هتسعدنا بيها دلوقتي. كريستينا كرم، برحب بيكي معايا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي كريستينا، انت بداية بكالوريوس سياحة وفنادق، مظبوط، حاصلة على دبلومة في مجال السياحة البيئية في الصين. صحيح. اشمعنى الصين بقى؟ 2016 قولي. هو كان المكان متحدد في الوقت ده انه يكون في الصين، ولاحظي ان الصين يعني عشان نتكلم عن الصين او جمهورية الصين الشعبية هي مكان مساحته كبيرة جدا جدا، وبلد تعداد السكاني كبير جدا، وتجربة ناجحة بكل المقاييس ان احنا نتعلم ازاي نروج سياحيا ونبقى دولة جاذبة للسياحة. فكان ده الاساس ان احنا رحنا المنحة دي، كانت منحة دراسية عشان نتعلم من التجربة دي. شفنا اماكن كتير ومعالم ودرسنا، وفي نفس الوقت استمتعنا. ففعلا يعني تجربة استفدتي. فريدة جدا. هل حطيتي مثلا في خطتك ازاي ممكن ان انت الاستفاده دي تستفيدي بيها في دعم السياحه في مصر هنا، وخاصه عن طريق الغنى؟ يعني كتير. تربطي ما بين كل حاجه. فكرت في ده، بس بدأت في تطبيقه بعد كورونا. بعد كورونا. لما ليه بقى؟ حصلت أزمة والقطاع السياحي والمجال السياحي حصل له ضرر، ده على مستوى العالم. ففكرت طب ازاي ابتدي اروج لمصر او انشط السياحه بطريقتي، بطريقه مختلفه، او اغني، لان انا عندي موهبه الغناء، اغني لمصر والمعالم مصر، واعرف الناس جوه قبل بره. اوكي. طيب احنا دلوقتي هنروح لفاصل نشوف كده جزء من اغنيتك عن اسوان اللي بتطبق الكلام ده بشكل عملي، ونرجع عشان نكمل الحوار. مشاهدينا فاصل مع اغنيه كريستينا عن اسوان، ونرجع تاني حالا نكمل الحوار. على فين العزم المرة دي؟ على بلدي النوبة الناحية دي. على فين العزم المرة دي؟ على بلدي النوبة الناحية دي. أسوان في جنوب مصر تنادي وتربينا بسرعة. يا ما يا ما وتربينا بسرعة. يا ما تربينا بسرعة. يا ما هنزور أصل الحضارات والنيل وبداية مجد فراعنة طويل. من سابع جد الآخر جيل وعظيمة يا أسوان. تتحبي وعظيمة يا أسوان. تتحبي وعظيمة يا أسوان. تتحبي حلوة وأصيلة يا ناس أسوان، بلدي الجميلة في كل مكان. سكر جنوبي وفن نوبي، من نفس طوبي إخوات وجيران. فيها بالتاريخ علامات وشعوب كل اللغات، وجزيرة النباتات وبحيرة التماسيح. فيها بالتاريخ علامات وشعوب كل اللغات، وجزيرة النباتات وبحيرة التماسيح. والشمس على رمسيس في جو الإله وزوريس. كومبو إدفو كمان والكورنيش المريح. Your good heart follow أسوان, a beautiful homeland everywhere. سكر جنوبي. يا روائع اسوان بجمال لبس اسوان والصوت المصري. حبيبتي ربنا يخليك. لا بجد ما شاء الله. طب انت اشمعنى اخترتي اسوان تحديدا؟ مصر فيها جمال كتير جدا، اسوان ليها تيمه كده هو معينه بس. قولي لي بقى. أسوان بلد جميل ومليان بقيمة سياحية وحضارية وتاريخية جميلة جدا، وفي كثير من المعالم. فهو كان في بالي من فترة كبيرة، بس الحمد لله توصلت للسيد المحافظ، ولازم أشكره سيادة اللواء أشرف عطية على الوعي الكبير وتقبله للفكرة. فكرت ان انا عايزه اتكلم عن المعالم الموجوده هناك، جزيره النباتات، معبد ابو سمبل، كومامبو، ادفو، كل المعالم الموجوده. حتى لو لاحظتي يعني لو الاغنيه كانت بالكامل، بس عشان وقت البرنامج كنت هتلاقي ان احنا ما نسيناش حاجه، النوبه واسوان بالكامل.
عارفه لما يكون الحاجه زي دليل مغنى. مين اللي اختار لك موضوع النوبه واسوان؟ انت هو ولا؟ الفكره انا لان انا فكرة اوريدي مين؟ عامله مبادره اسمها ايجيبت ديزيرف. المبادره دي بتتكلم عن معالم محافظات مصر كلها. فاوريدي انا عملت قبل كده تجربه، كانت بدايتي في الغردقه، لان انا من مواطني الغردقه وعايشه في الغردقه. فعلا؟ فكانت انت جايه البداية- لنا دلوقتي من الغردقه؟ اه يا نهار ابيض، بالظبط مشوار. تعبناكي. ربنا يخليك، تعبك راحه يعني، ده يشرفني طبعا وجودي مع حضرتك. لا والله شرف لينا احنا بجد، يعني انت جايه من الغردقه مخصوص تبقي معانا، آه. دي حاجه بقى يعني موضوع شرف تاني ليا خالص. صدقيني، شرف ليا. ميرسي. طيب عملتي ايه بقى عن البحر الاحمر بمناسبه الغردقه؟ عملت الغردقه برضو دليل مغنى للغردقه والاماكن الغردقة السياحيه الموجوده تحديداً. هناك. كان قبلها عملت فيديو كليب حلوه يا بلدي مع انشوده ايزيس، وعملت معالم، بس معالم عامه في مصر عامه. لكن ركزت بعدين في الفكره ان انا ابقى بشكل مركز على المحافظات لحد ما وصلنا لاسوان. دي كانت اخر حاجه. كانت ايه اهم المعالم اللي انت حرصتي ان انت تغنيها؟ في اسوان جزيره نباتات رحنا بعيدا عن اسوان، اسوان كده احنا خدناها كلها. لا أصلاً. لسه، ده انا نفسي، ده لسه كتير. لسه انا في نفسي طبعا كتير. جنوب سيناء في الخطه بتاعتنا، الاقصر، القصير، ودي مسقط راسي، دي مدينه في البحر الاحمر. لا كتير. المحميات الطبيعيه الجميله الموجوده في مصر. مصر مليانه كنوز، بلدنا مليانه كنوز، فمحتاجين نلقي الضوء عليها. اكيد. ما هو زي ما بقول لك من شويه ان انت ربطتي ما بين حاجتين مهمين قوي، السياحه والغنى. صحيح. وكمان انت مش بس كده، وانت بتغني مثلا في اسوان ابرزتي بعض التراث زي اللبس مثلا، كنت لابسه أكيد. حاجات شويه نوبي. عايزه اقرب للمشاهد على قد ما اقدر ثقافه الناس الموجوده واللي عايشه أيوة. في المكان ده، شكل لبسهم، الالوان الجميله، طريقه كلامهم. حتى في اللهجه هتلاقي اللهجه صعيديه في الجزء اللي كان موجود على فين العزمه المره دي. فبحاول اقرب للمشاهد جمال الناس دي او طب شكلهم قولي عامل لي، ازاي. هتغني لي لايف دلوقتي ولا نطلع ناخد حته من اغانيكي؟ اللي تشوفيه انا مع حضرتك. طب كده احنا أولا. هنطلع ناخد حته تكون انت أوكي. جهزتي نفسك عشان تغني لي لايف، ماشي. هنرجع على طول أوكي. تغني لايف. مشاهدينا جزء تاني من اغاني كريستين ونرجع عشان نغني معاها بقى على الهواء. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. One nice war and two wars. You're beautiful, my country. One nice song and two songs. You're beautiful, my country. My heart was longs to return to you, my country, and I stay by you. ساعد forever. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل. الله الله الله، حبيبتي. ايه يا كريستينا الحاجات الحلوه دي؟ ربنا ولا وعربي وانجليزي، غنيتي بلغات تانية غير الانجليش؟ غنيت باللغه الهيروغليفيه. هيروغليفيه. درست الهيروغليفي فبحبه جدا. درستيه بقى يعني 4 بخلاف سنين. دراستك السياحه طبعا؟ لا، في الجامعه فقط. في درست الجامعه 4 جوه سنين. الجامعه جوه بيعلموكوا هيروغليفي؟ طبعا بندرسه، لان هو النقوش كلها اللي مكتوبه بتبقى باللغه المصريه القديمه، فبنتعرف عليها وبنتعلمها. تمام. برضو غنيت بالاسباني، لان اللغه الثانيه اسباني، وبالانجلش والعربي بس. اللغه الثانيه برضو في دراستك في الجامعه؟ اسباني 4 يعني سنين. انت استفدتي ما شاء الله بدراستك حاولت كويس أوي. استغل كل اللي اتعلمته
واستفيد بيه واطلعه بشكل كويس للناس. انت كنت قبل ما نطلع للفاصل باغنيتك وعدتينا ان احنا هنرجع تغني لايف. حاضر. هيكون برضو حاجه عن السياحه وكده لا، ولا ممكن اغني بقى حاجه نطلع من للزمن المود شوية. جميل. ممكن إيه اقول بقى؟ حاجه كان يا مكان لميادة الحناوي. الله، بحبها. اوكي. اتفضل. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان. زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، والراحة والأمان. كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان. زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، والراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا، حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا، نسيت مين أنا. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا، حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا، نسيت مين أنا. أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوان، نسيت اسمي كمان، نسيت يا سلام على غدر الإنسان. والله زمان يا هوى زمان، 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 والله زمان زمان يا هوى زمان. والله زمان والله. عايزه اقول لك، انت اكتشفتي امتى في نفسك موهبه الغنى اصلا؟ هو انا من انا وصغيره يعني اكتشفت عده مواهب في نفسي، الغنى، التمثيل، الكتابه، الالقاء، الشعر، كنت كل الحاجات دي بحبها. بس كتركيز يعني من 2019 ابتديت اركز في موضوع الغنى. 2019 انت كنت كبيره. كنت كبرت، وكنت كمان يعني عديت بمراحل كتير ان انا بدور على نفسي. يعني كنت بدور دايما على ركزتي بقى انت رسالتي. اكتر حاجه انت اكتر حاجه لقيت نفسي بنور فيها، يعني اوريدي ايوه في مواهب تانية، وكنت بحب يعني مثلا بحب الاطفال جدا، وفتحت مشروع وعملت حضانه. بس ما كملتش طبعا بسبب احداث كورونا، فلقيت نفسي لا بدور من تاني انا ممكن اعمل ايه. اخر حاجه وصلت ليها وحسيت ان انا سعيده وانا بقدمها وبنجح فيها اكتر هي موضوع الغنى. اكتر حد ممكن يفتش في نفسه عن الموهبه الشخص نفسه ولا اللي حواليه الشخص اكتر؟ نفسه. الشخص اكيد نفسه. الشخص من نفسه. خلال كلامك انت اللي اكتشفتي نفسك، وانت هو كمان لا اللي طبعا هو في ناس آه. اكتشفتني، بس اقصد في ايد الانسان نفسه يركز ويكمل او لا. يعني ممكن حد يكتشفني يقول لي انت صوتك حلو، بس انا ما اديش اهتمام للموضوع، او فخلاص. تكوني مميزه في حاجه تانية اكتر. انت بتقولي كان عندك عده مواهب، لكن انت already، شفتي صح. ايه المنور معاكي شفت اكتر او اكتر فيكي حاجه اكتر؟ انا بتميز فيها وحاولت اشتغل عليها. تمام. المواهب دي كلها بتبدا من سن كام تقريبا؟ يعني عشان بس الام هي اللي بتبان بتتفرج من علينا الطفولة، تعرف. يعني ممكن من 5 سنين بتبتدي البوادر بتاعتها، البداية. المواد. كنتي اكتر حاجه بتحبيها تسمعي مزيكا كتير، مياله ان ودنك موسيقيه زي ما بسمع بيقولوا؟ مزيكا كتير وبغني كتير، اسمع كتير واغني كتير، دي اكتر حاجه كنت بحبها وانا صغيره. مم. بس اهتميت بيها مؤخرا لما كبرت بقى.
تمام. كنا بنسمع عن حتى مطربين وملحنين مشهورين يقول لك ده بيقعد يدندن كده مع المزيكا او الراديو لما يكونش يعني في موسيقى شغاله او حاجه. انت كنت بتعملي ده؟ عشان كده انا بدات كمان الحن يعني. فعلا؟ موضوع الاذن الموسيقيه او التذوق الفني عامه بيخلي الواحد عنده حس واحساس بالحاجه، بيخليه يدندن زي ما انت قلت حضرتك، يعني بيدندن بيطلع حاجات حلوه تتحس وتلمس القلب. طب احنا عشان وقتنا بيجري عايزين نلحق بسرعه، هتغني لنا ايه؟ عاطفي ولا حاجه سياحه برضو؟ انا ممكن اقول حاجه من عمل جديد هينزل قريب اسمها ما تقولش نصيب. دقيقه بس مش عارفه هيكفي ولا لا. لا بسرعه يلا ان شاء الله هيكفي. يلا. ما تقولش نصيب وبعد يومين الاقيك مش ليا، ما تقولش حبيبي ولو هتقولها عقلها شوية، فكر في حياتي معاك وازاي بتعيشها وهي الوقت ده كله في بالك، أحوالك زي ما هي، اسرح بخيالك شوف كده هيوديك على فين. طب قولي الحلم اللي انت حلمته بمين؟ ما تقولش انا عادي عينيك باينين فيهم حنية، ويا ريتهم ليا دول اللي عشت معاها سنين. بسرعه خلصتي، ده جزء صغير التزمتي يعني. كمان بالوقت ما شاء الله الوقت مظبوط. عليكي. انا بشكرك يا كريستينا، أنا بجد أكتر. كريستينا كرم المطربه الموهبه الغنائيه اللي كانت معايا النهارده في سيدتي. بشكرك شكرا انا جزيلا، سعدت جدا. وبجد بشكرك تاني وتالت ورابع ان انت جايه من الغردقه مشوار كبير، وان شاء الله تسعدي برحله قصيره كده او رحله سياحيه هنا في القاهره. ربنا يخليك. تنبسطي ان شاء الله، شرفت جدا. وشرفتينا شكرا في لحضرتك. سيدتي وفي مسبيرو. ميرسي. شكرا. مشاهدينا كنت سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده في حلقه سيدتي، بتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم. هذه اجمل تحياتي عزة عبد الحكيم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.